القرطيطي الرئيس المؤسس الشرفي للجامعة الوطنية للتخييم. الالتفاتة ديال الإخوان في الجامعة لتكريم الرئيس السابق للجامعة، وهذه بطبيعة الحال ما كتبقى إلا فكرة طيبة وبادرة مشكورة للاعتبار الجمعوي، خاصة وأن الجامعة المسار ديالها خدا واحد المدة طويلة من التجارب، وكانت أساسية من اللجنة الوطنية للتخييم إلى الهيئة الوطنية للتخييم إلى الجامعة الوطنية للتخييم. إذن هذه كلها مراحل التقلنا فيها من جامعة استشارية إلى جامعة اقتراحية إلى جامعة ذات سيادة إلى غير ذلك. وخصوصا وأن المرحلة اللي كتفصلنا على بداية الانخراط في هذه التركيبة المؤسساتية كتجاوز 20 سنة، تكون 22 ولا 23 عام، رغم أن العملية خصها تحسب من 1965 ولا 62، في حين كانت أول جامعة وطنية للتخييم اللي كانت في بداية الستينات. ولكن الأفكار تتكبر والتجارب تتكبر والطموحات تتكبر حتى وصلنا للآن، وهذا شرف للجمعويين كلهم اللي الآن تبارك الله موجودين قامات كثيرة مؤتمنة على النشاط ديال التخييم، رغم ان هذا النشاط ديال التخييم اللي كنهضروا عليه واللي كنحاولوا نوجدوا له اطر وقوانين ووثائق باقي خصو يناقش، وباقي خصو يقيم، وباقي خصو مجموعه من الاشياء، لان هو تعتبر المشترك، النشاط المشترك ما بين القطاع العام، ما بين القطاع ديال اللي هي وزاره الشباب، وما بين دابا الان الجامعه، وكل طرف يعتبر راسو راه هو الوصي على هذا النشاط، في حين ان النشاط ديال التخييم هو واحد النشاط مفتوح للجميع، وهو مصلحه عموميه، ما يمكنش قطاع او تنظيم ياخذوا بوحده، هذا غادي يبقى مفتوح في وجه الطفوله المغربيه. تتبقى المسائل التنظيميه والتأطيريه كتقاسم ما بين الجامعه والوزاره. هذا نقاش غادي يبقى دائما مستمر، والتجديد مطلوب في جميع الحالات. كل مرة حسينا أن القانون الأساسي يحتاج إلى تعديل نستدعيه ونعدلوه، ما كاين حتى مشكل. المهم نكونوا دائما حاضرين في السياقات اللي كتخدم المصالح ديالنا. شكرا.